القضبان سنين بتفوت، بنات مظلومة وصوت بيموت، حكاية ليل وجرح طويل وظلم جبان، حكايات من جوا، حكايات من جوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة بتفتح ملف القلوب اللي لسه بتنبض بالأمل رغم الوجع اللي ساكن في الشرايين، وبتحكي عن إنسانة وهبت حياتها وعمرها عشان تداوي آلام الناس وتكون سبب في إن حياة جديدة تخرج للدنيا، فلقيت نفسها فجأة محرومة من أبسط معاني الحياة ومسجونة بين جدران صامتة ما بتردش على الأسئلة. حكاية النهاردة مش بس قصة حبس، دي حكاية حلم لم يكتمل وصرخة مكتومة في صدور المظلومين، حكاية طبيبة مصرية ضاعت أجمل سنين شبابها وزهرة عمرها ورا القضبان، في وقت كان المفروض تكون فيه بتمارس رسالتها السامية وسط مرضاها وأهلها اللي اشتاقوا لطلتها. اسمعوا معانا كويس حكاية الدكتورة سارة عبد الله الصاوي. سارة طبيبة شابة عندها النهاردة 33 سنة، تخصصت في أصعب وأجمل المهن النساء والتوليد عشان ترسم البسمة على وشوش الأمهات وتطمنهم بلمسة حانية على أغلى ما عندهم. حياة سارة قبل السجن كانت كلها سهر ورعاية وعلم ومستقبل واعد، كان لسه بيبدأ يرسم أولى خطواته لحد ما جه اليوم اللي وقف فيه عقرب الساعة عن الحركة. في تاريخ 17 سبتمبر 2015 الدنيا اتغيرت ملامحها تماما في عيون سارة. من اليوم ده سارة ما بقتش بتروح عيادتها ولا بقت بتسمع صوت بكا المواليد اللي بيفرح القلوب في أوضة العمليات. سارة بقت بتسمع بس صوت قفل البيبان الحديدية وصمت الزنازين اللي ما بيرحمش ضعف البشر. أكتر من 9 سنين، فكروا كده في الرقم، يعني ايه 9 سنين من عمر شابة في عز طاقتها بيتمسحوا من الوجود وكأنهم ما كانوش. 9 سنين وهي بعيدة عن السماعة والمشرط، بعيدة عن حضن عيلتها اللي بيعدوا الليالي في انتظارها وما بتجيش. الوجع جوه السجن ما بيهداش والزمن بره ما بينتظرش، وسارة لسه بتعد الأيام والشهور والسنين وهي محبوسة بين 4 حيطان. سارة عبد الله الصاوي مش مجرد رقم مركون في محضر ولا مجرد سطر مكتوب في ملف قضية قديمة. سارة هي طبيبة وإنسانة اتسلب منها حقها في ممارسة مهنتها اللي تعبت سنين عشان تتعلمها، واتسلب منها حقها في الحرية من غير ذنب واضح. هي بتمثل وجع وقهر مئات الستات اللي بيعيشوا خلف القضبان الموصدة بعيد عن عيون المجتمع. ورغم كل السنين الطويلة دي ورغم القهر والظلم اللي بتشوفه كل يوم بعينيها، سارة لسه قلبها متمسك بالأمل وما بيفقدوش. أمل في إن شمس العدل لازم تشرق في يوم، وأمل في إنها ترجع تاني لعيادتها تداوي الناس وتكمل الحلم الكبير اللي وقف فجأة ومن غير أي مقدمات. حكاية سارة النهاردة هي اختبار حقيقي لضمايرنا وإنسانيتنا كلنا. إزاي طبيبة في عز شبابها تقضي عقد كامل من الزمان ورا الأسوار؟ وفين القوانين والعهود اللي بتضمن لكل إنسان حقه في الحرية والكرامة؟ سارة بتسألنا النهاردة بصمتها وصبرها، لحد إمتى هيفضل الحلم ده محبوس ورا القضبان؟ في حكايات من جوه هنفضل نحكي حكاية سارة وكل إخوات سارة كل المعتقلات، ونفكر العالم كله إن الحرية والعدالة هما الحق اللي لازم يرجع لأصحابه مهما طال الزمن. حكاية سارة هي حكاية كل صوت حر وكل حلم اتكسر واتدفن ورا الأسوار الظلمة. استنونا في حكايات لازم تتسمع من جوه. ورا القضبان سنين بتفوت، بنات مظلومة وصوت بيموت، حكاية
ليل وجرح طويل وظلم جبال، حكايات من جوا، حكايات